في جزيرة من جزر الكاريبي كان في صياد عجوز اسمه سنتياجو. سنتياجو بقاله 84 يوم كل يوم ينزل يصطاد ويرجع فاضي، ما اصطادش ولا سمكة. لدرجة انه اهل القرية ابتدوا يتريقوا عليه، قالوا خلاص سنتياجو العجوز دوت راحت عليه ومش هيعرف يصطاد تاني. الصبي اللي كان شغال معاه مانولين ابوه يجبره ان هو يسيب الصياد دوت عشان ربنا يرزقه في مركب تاني. بس الصبي ده كان بيحبه، كل يوم يصحى الصبح يظبط معاه المركب ويظبط معاه السنارة والطعم ويتمنى له حظ سعيد. في اليوم ال 85 سنتياجو قال انا يا قاتل يا مقتول، انا هنزل وهدخل في العمق وباذن الله هصطاد. قدف لغايه العمق ورمى السناره، طلعت بسردينه صغيره. قال حلو، اول الغيث قطره، ويرمي السناره تاني على عمق كبير عشان يصطاد سمكه كبيره. وفعلا السناره تغرز، بس يجي يطلع الحبل مش قادر، تقيل جدا. يلف الحبل حوالين جسمه ويمسك بايده الشمال الحبل بكل قوته. واضح من تقل الحبل ان السمكه كبيره جدا، بس السمكه عشان كبيره تبتدي تحرك المركب في الاتجاه اللي هي عايزاه. بقت السمكه هي اللي بتجر الصياد بالمركب بتاعه، ويتمنى من ربنا انه السمكه ديت ما تنزلش تحت، لانه هيضطر يا يغرق معاها يا يسيبها. بس السمكه تنط نطه مفاجاه والحبل يجرح ايده ويبتدي الدم يخر، بس هو ماسك بكل قوته. قال انا مش هسيب ابدا، انا هقاتل لغايه اخر نفس. والسمكه برضو كانت بتقاتل لغايه اخر نفس. قعد هو ماسك بكل قوته والسمكه بتجر المركب بيه. ابتدى يقول ياه، لو الصبي دلوقتي كان معايا كان ساعدني، لو مانولين كان معايا كان وقف جنبي دلوقتي في الموقف الصعب اللي انا فيه. ياكل السردينه النيه بايده اليمين ويقطعها بالسكينه ويروح واكل بايده اليمين السردينه النيه. اخر بق ميه عنده يبتدي يشربه بحذر جدا لانه ممكن الميه تخلص منه. وقعد مستني السمكه تطلع على السطح، يتامل في الطبيعه ويشوف الطائر اللي جاي ينزل يصطاد بينزل يصطاد ازاي. والسمك الطيار اللي عمال يطير شمال ويمين حوالين المركب، والسلاحف البحريه العملاقه الطايفه على السطح. كل دوت وهو ماسك بكل قوته، بس ظهره وجعه جدا، ألم فظيع في ظهره، وايده خلاص اتخدرت ما بقاش حاسس بيها. وماسك لغايه ما السمكه تطلع. 3 ايام الشمس تشرق عليه والسمكه بتقاتل، لغايه ما في اليوم الثالث راح طلع على السطح. شافها لاول مره، سمكه مارلين عملاقه، راح ضربها بالحربه بتاعته واصطادها. بس حب يطلعها مش قادر يطلعها، السمكه اكبر من المركب بتاعه. راح مربطها في المركب واتجه بالشراع بتاعه باقصى سرعه لهافانا قبل ما القروش تشم ريحه الدم. بس فعلا اول قرش يجي ويقطم ديل السمكه يضربه بالحربه، القرش يموت، بس الصياد يخسر الحربه بتاعته. شويه وجاله قرشين تاني ابتدوا ياكلوا ببطن السمكه. السكينه اللي معاه راح استخدمها وراح قتل قرش منهم. القرش فعلا مات، بس خلاص ما بقاش معاه اي سلاح. يبتدي يضرب بالمقداف شمال ويمين القروش بتتكاثر على السمكه وتاكلها كلها. يرجع القريه بتاعته بالهيكل العظمي، يحط المركب بتاعه والهيكل بتاع السمكه المارلين اكبر من المركب، هيكل عظمي عملاق. يروح على الكوخ بتاعه وبدون ما يقلع هدومه وبدون ما ياكل يرمي نفسه على السرير وينام. يجي له الولد الصبح يشوف السمكه ويعرف اللي حصل. توقع ان القروش كلتها منه. يجيب له فطار ويجيب له قهوه ويروح عشان يشجعه، يقول له ما تخافش، خلاص انا مش هسمع كلام ابويا، انا من بكره هصطاد معاك وهنظبط السناره ونظبط المركب وهننزل نصطاد مع بعض. الراجل يتملي امل تاني ويتفقوا مع بعض ان اول ما العاصفه تهدى ينزلوا يصطادوا. وكأن هيمنجواي عايز يقول لنا ان الانسان خلق ليقاتل لا ليهزم، وانه مفيش يأس مع الحياه. طول ما الواحد عايش لازم يقاوم ويقاوم ويقاوم.